أخذ الموثوق والرسمي يا برشلوني وافرح، رسميا رافينيا يجدد عقده مع برشلونة لمدة 3 مواسم قادمة. نعم خلاص كل شيء تم. رافينيا برشلوني حتى عام 2028. لم يتم الإعلان الرسمي لحد الآن، ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي هذا الأسبوع. هذا أحد أهم لاعبي برشلونة هذا الموسم، وكان هناك عدة إشاعات عن رافينيا أنه سيرحل عن برشلونة، لكن هذا كله كلام فاضي، ورافينيا لم يفكر أبدا إلا في برشلونة. رافينيا كتالوني، وأيضا خليك متابع لأن في خبر مفرح جدا لك يا برشلوني. بكرة أو بعد بكرة بالكثير راح تسمع الخبر، وتذكرني عشان يوصلك كل حصري موثوق اول باول. تابع الحساب، واذا عجبك التيشيرت حصل في متجر فاموس. إذا رافينيا يجدد عقده مع نادي برشلونة. يعني أنا صراحة كنت أرى أن نادي برشلونة بحاجة لتجديد عقد رافينيا. لماذا؟ رافينيا رغم يعني كونه ليس باللاعب المهاري، ليس باللاعب الذي بإمكانه أن يراوغ لاعبين مثل لامين يامال أو مثل عدة لاعبين آخرين، ولكنه يظل لاعب يقاتل من أجل الشعار، يعني لا يدخر أي مجهود. دائما ما تجده في الدفاع، في الهجوم، يضغط، يساند، يسجل، وأهم شيء وأهم خاصية عنده هي الفينش. اللاعب تطور بشكل كبير من ناحية الفينش، وفليك وجد الخطة المناسبة له. يعني اللاعب أيام تشافي هرنانديز كان يلعب كثيرا نحو الجناح، كان دائما ما يلعب أمام خط التماس. الآن أصبح يلعب في أنصاف المساحات، لهذا ارتفعت أرقامه التهديفية وحتى أداؤه ارتفع، لأنه ليس من نوعية اللاعبين المهاريين، ولكنه من نوعية اللاعبين الذين إذا جاءتهم الفرصة لن يضيعوها. أتركون رأيكم في التعليقات، هل كنتم ترغبون أن يجدد برشلونة عقد رافينيا؟ وهل تعتقدون أن برشلونة يحتاج جناح أيسر مثل لويس دياز؟ إلى اللقاء، نلتقي في فيديو قادم بإذن الله.